بجدد التحية مرة ثانية على حضراتكم، وفي الحقيقة كمان برحب بضيوفي الكرام اللي مشرفين النهارده في الاستوديو، الأستاذ حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أهلا بحضرتك منورنا، وأيضا اللواء محمد علي بلال نائب رئيس حزب حماة وطن. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. منورنا. حزبين جداد فجأة حددوا يحققوا نجاحات عالية جدا، المركز الرابع والخامس، إزاي؟ لا هي مش ازاي انت بتحب حاجه ازاي زي ما تحبوا. انت رئيس حزب. لا اتفضل. ازاي؟ لا مش فجأة ولا حاجه، بالعكس احنا تقديراتنا احنا ان احنا ما حققناه كان اقل من المستهدف والذي كان متوقعا للحزب. ولكن الحمد لله ان احنا حجزنا مكان لنفسنا في تشكيل الحياة السياسية المصرية في هذه المرحلة. أيوة. وعلينا خلال ال5 سنوات القادمة ان احنا بقى نبتدي نسعى الى الأغلبية او الأكثرية. طب أستاذ حازم، انتوا كنتم بتأملوا بكام مقعد؟ 30 كان المستهدف 30 مقعد، ولكن لم نستطع تحقيق المستهدف. طب برضو يعني حضرتك ما بتعتبرش ان حزب الشعب الجمهوري حزب جديد؟ هو حزب جديد بالفعل، أيوة. ولكن الامكانات التي كانت لدينا مع الخبرات اللي موجوده في الحزب كانت تؤهلنا ان احنا نحقق المستهدف اللي احنا استهدفناه من اول يوم في الخطه اللي احنا كنا ماشيين بيها. ولكن يعني ما فيش حاجه مثاليه، احنا طالعين بعد ثورتين، الامور ليست مثاليه، والظروف اللي واجهناها كانت شديده الصعوبه نتيجة طبعا ما وجدناه في سابقة لم نعهدها من قبل، وهي تغول المال السياسي بشكل كبير جدا. أيوة. وأيضا بعض الممارسات، ولكنها نقدر نقول أن العملية الانتخابية برمتها كانت مقبولة، ولكنها لم تكن مثالية. طب سيادة اللواء، أيضا حزب حماة الوطن حزب جديد تقريبا بقاله سنة و4 اشهر تقريبا، يعني لسه في البدايه. حققتوا مركز زي ده ازاي في الانتخابات البرلمانيه؟ وخصوصا كمان انه يعني سياده النائب بيقول انه كان في معركه شرسه وكان في استخدام للمال السياسي الفاسد بشكل كبير، فده يخليني اسالك ازاي حققتوا المركز ده؟ لان احنا بصينا حطينا قدامنا هدف. ايه الهدف اللي قدامنا؟ ان احنا عايزين نخش مجلس النواب المره دي بتاع 2015، ده منه بعد كده ننطلق. احنا عارفين لسه جداد، لسه لم نضع نفسنا وارجلنا تماما في الشارع السياسي. فابتدينا نحط الهدف، عايزين كيف نصل الى اي عدد نخشه. فحطينا في اعتبارنا الاتي: اي عدد من المرشحين نرشحهم لابد ان احنا نحط في اعتبارنا ان احنا 10% بس اللي هينجحوا. ده خبره موجوده قبل كده كخبره عملياتيه. يمكن احنا اساس الحزب من ضباط متقاعدين، فعندنا كلمه التخطيط، كلمه كيف نضع قدامنا خطه، وايه الهدف وايه الامكانيات ايه اللي موجوده واصل الى ايه. ايوه. احنا امكانياتنا ليس هناك معنى اطلاقا رجل اعمال. اذا احنا بنعتمد على انفسنا ماديا وفي التمويل بالنسبه للاعضاء. اذا ماذا نريد من العضو؟ عايزين عضو جديد. ايوه. ما يكونش وجه مألوف سابق قبل كده، عشان نقدر نخش بيه المعترك الجديد اللي احنا عايزينه. أيوة. عايزين شباب نقدر نعتمد عليهم. اذا ما هي الدوائر اللي احنا نستطيع ان احنا نخش فيها حتى على الاقل يبقى نحط لاسم حزب حماة الوطن مكانه. ليس الهدف الاساسي ان انا اخش ب50 و60 عضو، لا، انا عارف امكانيات. نقدر نقول ان حماة الوطن كان هدفه في هذه الانتخابات فقط التواجد. أنا موجود، أنا اسمي موجود وستتواجد، واسمي ينتشر في جمهورية مصر العربية في جميع الدوائر. بالتالي حطينا هدف كيف النواب، ان احنا حددنا 125 نائب، اخترنا فيهم الآتي: هذا النائب اللي ليس عليه أي شيء يقال في دائرته، ليس عليه أي شائبة، بل هو له قاعدة شعبية أو إلى حد ما بنقولش قاعدة شعبية كبيرة. ثم في أماكن معينة لا بنركز فيها، عارفين إن إحنا نستطيع أن نصل فيها، زي مثلا الصعيد، زي في بعض الأماكن اللي هي في بحري، لينا أماكن فيها نستطيع إن إحنا ناس نختارهم. أيوة. لهم تواجد. لكن سيادة اللواء، يعني عذرا، يعني أنتوا الحزب بتاعكم اعتمدتوا فيه بشكل كبير على قيادات من الجيش والشرطة، مظبوط؟ لا،
مش بشكل كبير. يعني احنا مثلا كل اللي نجح عندنا احنا 18 مقعد دلوقتي حاليا، كل اللي مانا من الضباط 4 و14 سيده ورجل وشاب وشباب. اذا أيوة. ما كانش لك احنا لا، القياده، اعتمدتوا انه القياده القياده اعتمدتوا انه عسكرية. الشارع المصري عنده هوى كبير تجاه قيادات الجيش والشرطه وبيثق فيهم بشكل كبير. لا، هو عنده هوى كبير. ثم وضعنا كانت قياده الحزب، معلش يعني الواحد ما بيقولش انا وغيري بتاع ده، اتفضل. قياده الحزب كان ليها مكانه في الشارع، ان مصداقيه، ان القياده دي لما تروح مكان ما لها مصداقيه. مثلا سيادتك قلت لي اللي هو محمد علي بلال، اللي هو محمد علي بلال نائب رئيس الحزب، قائد القوات المصريه في حرب تحرير الكويت. ايوه. في عاصمه الصحراء، في قبول عند احسن الشارع ناس يا على فندم. هذا. لكن الناس مجرد ما تسمع ده بتقول ايه ده؟ في هتروح. مصداقيه. لا، بتقول ايه ده؟ في الناس حالة من دول الثقة. مصداقيه. يبقى اللي هو مرشحينه يبقى لابد ان هو فعلا اختاروه، يبقى هناك مصداقيه لهذا الحزب. بالتالي استطعنا ان احنا نصل الى زي ما قلت في بعض الاماكن بناء على الشخصيات. فريق جلال الهريدي ده مؤسس الصاعقه المصريه، من ما يعرفش تمام. يعني الصاعقة. اقدر اقول انه حزب حماة الوطن اعتمد في نجاحه على مصداقيه قيادات الجيش بالظبط. والشرطه وحسن ادارته للعمليه الانتخابيه بحيث يستطيع ان يصل للهدف تمام. اللي هو عايزه بتخطيط جيد واختيار للمرشحين تمام. جيد. حزب الشعب الجمهوري اعتمد على ايه يا فندم؟ اعتمدنا على الإدارة، واعتمدنا على الخبرات المتراكمة والرؤية السياسية والتعددية والتنوع في كافة الملفات التي تخص السياسة الداخلية والخارجية. دي كان ليها أثر إن احنا مرشحين كنا بنمدهم في مؤتمراتهم الشعبية، في حملاتهم الانتخابية، ببعض الأمور التي تدخل إلى الغاطس ولا تكون مجرد قشورا على السطح. أيوة. ادت للنواب بتوعنا لون جديد. الناس متعودة ان هو النائب فقط خدمي، سبنا له الجزء الخدمي، ولكن زودنا المرشح بتاعنا في كل الامور اللي هي كانت بتثار حتى في الاعلام، ولكن كنا ندخل الى الغاطس. اذا كان في قضية ما في السياسة الخارجية نعطيه بعض التفاصيل عن غاطس هذا الامر. اذا كانت في امر اقتصادي نمده بالمعلومات. ويعني كان العقل بتاع الحزب هو ال الاساس، ان الناس تشوف ان هذا الحزب له مستقبل وانه من الممكن ان يتم المراهنة عليه. كنا بنخليهم يتكلموا في موازنة الدولة، كنا بنخليهم يتكلموا في عجز الموازنة، الحلول والطرق المتاحة لزيادة معدلات النمو، ليس بالضرورة في كافة القطاعات. عندنا قطاع النهاردة بيواجه تحدي زي السياحة، ولكن عندنا قطاعات أخرى بترولية وقطاعات صناعية وقطاعات خدمية من الممكن ان احنا نزود فيها معدل النمو. فالناس سمعت لغة جديدة في الشارع، دي ادت لحزب الشعب الجمهوري او لمرشحينه بعض الافضليه. طيب، في الحقيقه احنا عارفين يعني في احزاب كتير مثلا زي الوفد، عارفين مين بيمول الوفد، مين بيمول المصريين الاحرار، مين بيمول الشعب الجمهوري. الشعب الجمهوري تمويله ذاتي وتمويل وطني داخلي من هيئته العليا. ايوه. والهيئه العليا هي بتشترك في هذا التمويل، وانا احد ممولي هذا الحزب بصفتي عضو في الهيئه العليا ورئيس الحزب وعضو في المكتب رجال السياسي. اعمال؟ لا، ولا مش رجال اعمال، ما فيش ذاتي؟ رجال اعمال، ما عندناش رجال اعمال غير هو. يمكن انا هي سابقا حكايه رجال الاعمال دي حاجه مش حلوه؟ لا ابدا، بالعكس دي حاجه كويسه جدا ومعترف بيها في كل حته في العالم. ولكن لما يجي رجل اعمال له يعني مليارات، انا رجل اعمال مش ضخم الحجم قوي وماليش يعني صيت يعني بامتلاك اموال رهيبه. احنا لو كان عندنا اموال وفيره كنا دخلنا ب 200 مرشح، احنا دخلنا ب 76 مرشح فقط. ايوه. حصلنا منهم على 13 كلهم فردي. لم يتاح لنا الفرصه ايضا ان احنا نخش في قائمة في حب مصر. يعني قائمة في حب مصر هي كانت القائمة اللي أخذت 120 مقعد في الأربع قطاعات. احنا هنعرف ليه ما دخلتوش قائمة في حب مصر، ولكن أعرف من سيادة اللواء اعتمدتوا في التمويل على
معاشات القيادات العسكرية والشرطية؟ مش المعاشات يعني، لا، من الاعضاء. احنا الحمد لله استطعنا قبل الانتخابات مباشره ان نصل على لانه حضرتك أعضائنا اول كلمه قلتها لي قلت لي احنا لم نعتمد على رجال الاعمال خالص، لا فيبقى رجال اعتمدتوا ولا على ولا مين حتى على تاني؟ الهيئه العليا، معلش مع احترامي، لان كلنا زي ما قلنا ضباط متقاعدين، احنا بناخد معاشات فقط، والمعاش هو الاف يقدر ده يعيش يا دوبك. لكن الاعضاء بتوعنا ها. كنا عاملين بقى الاشتراك اللي هي 10 جنيه أيوه. بس اشتراك العضويه، وصل معانا العضويه لما يقرب حوالي 35,000. 35,000 اضربيهم في ال 10 جنيه هيطلع معاكي 3 مليون وشويه. ايوه 3 مليون وشويه 350,000 او لا 350,000 35,000 في 10 جنيه 350,000 350,000 أيوه. كل ده اللي كان معانا اللي احنا بندي، وذاك كل اللي احنا عملناه كان العضو اللي انا حتى كنا بنقول لهم الاتي: يا جماعه لو اديناكم حاجه هنديكم حاجه نوايا تسند الزير. احنا ما عملناش كده، اعتمدوا على نفسكم وعلى الدعايه اللي هتعملوه عندكم. البانر بيتكلف كام؟ البانر بيتكلف اللي هي المتر بال 10 جنيه، اعمل بانر بالثلاثه ب 30 جنيه، يعمل لك 100 بانر ب 3000 جنيه خلاص. انت عايز ايه اكتر من كده؟ واعتمد على المشي والحاجات اللي تعملها، هو ده الاساس. فحتى ما كنا بنقوم نوايا تسند الزير، خد 3000 خد 4000 خد 5000 جنيه، ده اللي كنا بنديه كدعم من الحزب، لان أيوة. ما فيش فلوس. فقالوا مثلا في بعض الاحيان قالوا ايه؟ طب ما تخلي النوايا بلحه. قلنا لهم لا، البلحه هتبقى كبيره توقع الزير يتزحلق. ايوه لكن النوايا خشبه تقدر تسند يعني الزير. يعني اتبعتوا سياسه التقشف. التقشف نقدر نقول كده؟ النهائي الكامل. تمام. ماذا يريد حزب الشعب الجمهوري وايضا حزب حماة وطن من البرلمان؟ هيقدموا ايه للبرلمان القادم؟ اجندتهم شكلها ايه؟ كل التفاصيل دي هتكون موجوده معانا ولكن بعد فاصل قصير. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه مع ضيوفي الكرام الاستاذ حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، اهلا بحضرتك، وايضا اللواء محمد علي بلال نائب رئيس حزب حماة الوطن، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. عايزين ايه من البرلمان الجديد؟ سياده اللواء، عايزين ايه من برلمان 2015؟ هقول من الاسم، يعني احنا انضمينا للائتلاف بس اعترضنا على الاسم وطلبنا تغيير الاسم الى دعم مصر. والحمد لله حضراتكم انضميتوا بالفعل لائتلاف دعم انضمينا مصر. للائتلاف وقلنا احنا اللي سمينا، احنا طلبنا التسميه الى دعم مصر. أيوة. من هذا الاسم يوري احنا عايزين ايه من البرلمان. عايزين ندعم مصر، ليس دعم الدوله، لان الدوله تؤخذ على انها هي الحكومه، وبالتالي تقول احنا هنرجع بقى تاني زي ما كنا ويبقى ندعم الحكومه باي طريقه كانت على الاطلاق. احنا بندعم مصر كل ما هو في صالح مصر. اذا النواب الحزب والحزب بالتالي هو في هذا الاتجاه، والنواب يلتزموا بالتزام الحزب. في حاجه انا كنت بسمع الكلام السيادتك اللي كان موجود قبل ما ندخل هنا. أيوة. في خطأ حصل، وانا يعني احيي الاخ مصطفى بكري لما قال هذا الكلام، واحنا زعلنا امبارح. امبارح انا قعدت مع عضو من الحزب كان مشترك في الاجتماع اللي تم اول امبارح، وقلت له لا كده خطأ، اذا كنت رحت لو اعرف انك انت راح ما كنتش خليتك تروح. ليه؟ لان الدعوه لابد ان توجه الى الحزب. الائتلاف في اي برلمانات في العالم هو ائتلاف احزاب. أيوة. وليس اختلاف افراد، لا، ائتلاف حزبي. تقصد تقول انه كان لازم الدعوه توجه الى الحزب، رئيس الحزب وليس لشخص أي او بتوجه الى الحزب، والحزب رئيسه بينيب عنه او هو يحضر او ينيب عنه من يحضر في هذا الاجتماع. استاذ حازم، موقفكم ايه بقى عشان من البرلمان؟ عشان يبقى اي وثيقه بتمضي يبقى الوثيقه على الحزب. أيوة. والمسؤول ان كل نائب في الحزب يلتزم بهذه الوثيقه، لان هو ليه التزام حزبي. تمام. أيوة. استاذ حازم، موقفكم ايه من البرلمان وموقفكم ايه ايضا من دعم مصر؟ حضرتك بتقولي احنا عايزين ايه من البرلمان؟ احنا عايزين نكرس، احنا نريد تكريسا لحياه سياسيه وحزبيه صحيحه ولا تشوبها شائبه. وايضا احنا في المرحله دي لما جينا نحط خطتنا قصيره المدى ومتوسطه المدى وبعيده المدى، هذه المرحله احنا عندنا 5 سنوات سنراهن فيهم على أن نكون رقم 1 في الأداء. أيوة. برغم أننا نحتل المركز الرابع في عدد المقاعد فرديا والخامس على المستوى العام. انتم ما دخلتوش أي قوائم؟ لا، ما دخلناش قوائم، ولكن سنراهن على أن نكون بالرصانة السياسية اللي احنا بننتهجها، سنراهن والانضباط
في الاداء سنراه ان هنكون رقم واحد في عندكم الاداء. بكره اجتماع مع دعم مصر؟ احنا عندنا بكره اجتماع للمكتب السياسي وللهيئه البرلمانيه علشان ندرس سلبيات وايجابيات ما عرض علينا من الانضمام لهذا الائتلاف. هناك لكن ايجابيات لسه ما كثيره. انضمتوش بشكل رسمي. لا طبعا، انا اصل الانضمام يكون بتوقيع رئيس الحزب. ايوه، الانضمام يكون باعلان الحزب. يعني حضرتك وقعت ولا ما وقعتش؟ لا انا ما وقعتش، لم اوقع بعد. لم انا توقع. انا وجهت يعني الي رسمياً دعوه، مفيش انضمام. وجهت الي دعوه من السيد اللواء سامح سيف اليزل، والتقينا منفردين من حوالي 10 ايام، وحطينا اسس معينه، او يعني تداولنا بعض الامور. وبعد كده قال لي يعني انه احنا هيبقى فيه ردود، واحنا بنشوف برضو ما يعرضونه وبندرسه بشكل جيد، برغم ان احنا حطينا برضو بعض المعطيات في هذا الموضوع. واحنا شفنا الوثيقة اللي هم بتاعة اللائحة الداخلية، والوثيقة ايوه، بها بعض الامور التي تزعجنا كثيرا للانضمام لهذا الائتلاف، لاننا نرى ان، بس مش عايز استبق لان لسه بكره هيطلع القرار، ولكن انا بشكل شخصي كرئيس للحزب، بشكل شخصي لان احنا القرار عندنا مؤسسي، شايفين ان هي خرجت عن نطاق الائتلاف ودخلت الى نطاق اوسع من الائتلاف، هو نطاق به شبهة الدمج وليس الائتلاف. الائتلاف معروف ومعمول به في كل دول العالم، ولكن الائتلاف هو زي ما قال سيادة اللواء محمد، وكلامه صحيح وأضم صوتي لصوته، الائتلاف هو عبارة عن مجموعة من الأحزاب أو الكيانات، كل كيان مستقل بذاته وله صلاحياته المعروفة، ولكن هو بيبقى تنسيقي علشان نقدر نشكل منه مظلة كبيرة، لكن مش معناها اختفاء هوية الكيانات المشتركة ولا إلغائها، ولا ان يتعمل هيئة برلمانية وتتلغي الهيئات البرلمانية بتاعتنا دورها، مش ما هو ما لغاهاش، ما يقدرش يلغيها، ولكن يلغي دورها. الوثيقة دي بتلغي دور الهيئات البرلمانية الأحزاب المشاركة، ويبقى هناك متحدث عن هيئة برلمانية لكل الائتلاف. الكلام ده ما ينفعش، دي واحد. نمرة 2، حصل تغول خارج مفهوم الائتلاف في هذه الوثيقة، انه بدأ يشكل امانات، ومنها امانات في المحافظات. طب هو تغول على صلاحيات امانة المجلس نفسه، ان هو بدأ يعمل حاجات لوجستية مثل سفر الاعضاء وبتاع، دي ما تزعجنيش انا، دي تزعج المجلس. طب ما المجلس بيعمل الكلام ده، المجلس فيه امانة بتعمل هذا الكلام، ايوه، ومعروفة وموجودة. هو النهاردة انتزع هذا الدور الى نفسه، عمل امانة للاعضاء، ماشي برضو، برغم ان هي دي مش شغلة الائتلاف، ولكن لا تزعجني. لكن ما يزعجني هو امران. الامر الاول انه بيعمل امانة في المحافظات، وهذا تشكيل حزبي، فكده هو بيتكلم ان هو بيدمج وبيلغي الاحزاب اللي داخله تتآلف معه. وده في تقديري انا بالنسبه لحزب الشعب الجمهوري، بصوتي انا منفرد، لسه برضو بكره تمام. هنقعد، ده مرفوض. والشيء الثاني اللي هو بالنسبه لحضرتك ان هو كمان هيبتدي كمان يشكل محليات. الله 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 الله، ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ طب ما نقفل، نشكل محليات. ده مش شغل، ده مش شغل، ده مش شغل خالص ائتلاف حكومي او ائتلاف برلماني خالص. سيادة اللواء، كلمة أخيرة تحب تقول إيه؟ لا، هي كلمة أخيرة. احنا نقول احنا اجتمعنا كهيئة برلمانية، الهيئة البرلمانية بتاعتنا، وعيننا مين المتحدث الرسمي ليها ومين رئيس الكتلة البرلمانية بتاعت الحزب، ثم أعلنا رسميا يعني مشاركتنا في الائتلاف. وزي ما قلت سيادتك ان احنا كنا اعترضنا على الاسم، والحمد لله انه اتغير الاسم طبقا لما اقترحناه. اما ليس دائما الازمه في المسميات، دائما الازمه في المضمون. لا، ما ده جاي لي سيادتك. واحنا امبارح بس اللي جالنا العمليه بتاعت الوثيقه، لان كان الاجتماع اول امبارح اللي فوجئنا بيه، لان لم نبلغ كحزب، بلغ الاعضاء وراحوا فجابوا لنا الوثيقه اللي اتقال، او اللائحه، هي مش وثيقه، هي لائحه، لان هي كل واحد اتقدم طلب انضمام.
وجاتنا الوثيقه او اللي بيقول على اللائحه درسناها، وعندنا اجتماع زي ما هو بكره، احنا برضو عندنا اجتماع عشان ندرس هذا، لان احنا في اعتراض على اسلوب الاداره في هذا الائتلاف، واعتقد هنقعد تاني يعني انتوا في مساحه ان انتوا تنسحبوا من انسحاب انسحاب الائتلاف لا، لان ده قرار خدته الهيئه العليا للحزب خلاص. لا ولم تنسحبوا اطلاقا، لم ولن، ولكن اعتراضنا زي ما بقول الاداره، اسلوب الاداره، واللي ممكن نصل فيه الى اتفاق، والحمد لله لان المنسق اللي كان بتاع الصعيد اللي هو مصطفى بكري اعترف بهذا، وهيعيد. بشكرك جدا سياده اللواء، وايضا استاذ حازم بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق.